من أكتر من 100 سنة كان في مصور مشهور اسمه جورجي. بس اللي محدش كان يعرفه إن جورجي ما كانش بيصور الناس وهم عايشين، لأ، كان بيصورهم بعد ما يموتوا. العادة دي كانت موجودة في أوروبا زمان عشان أهل الميت يحتفظوا بآخر صورة ليه. لكن الصور اللي عملها جورجي ما كانتش صور عادية أبدا، اللي اتصوروا عنده أرواحهم اتحبست جوه الصور. التفاصيل كانت بسيطة، عينين بتتحرك، ابتسامة بتتغير، أو ظل بيظهر ورا الشخص الميت. لكن مع الوقت الصور بقت مرعبة، كأن الأرواح نفسها كانت بتحاول تخرج. واحدة من أغرب القصص حصلت مع أم فقدت ابنها الصغير. جورجي صور الطفل، وبعد أيام وهي قاعدة بالليل سمعت ضحكة ابنها. الضحكة كانت جاية من الصورة. قامت مرعوبة وبصت على البرواز، لقت عينين ابنها بتلمع وإيده الصغيرة بتخبط على الإزاز كأنه عايز يخرج من الصورة. القصص دي فضلت تتكرر مع كل صورة يطبعها جورجي، لدرجة إن الناس خافوا يقربوا منه، وهو نفسه ابتدى ينهار. في آخر أيامه كتب في مذكراته: الأرواح اللي صورتها محبوسة معايا، بيطاردوني في كل صورة وهياخدوني معاهم قريب. وبالفعل مات جورجي في ظروف غامضة، لكن بعد موته معظم صوره اختفت، محدش عارف راحت فين، غير صورة واحدة بس اللي فضلت، ظهرت بعد عشرات السنين في مزاد أثري. اللي اشتراها حكى إن كل ما بيجي الليل الميت اللي في الصورة عينه بتتفتح وبيفضل يبص عليه من غير ما يرمش. وفي مرة صحي من النوم لقى البرواز واقع على الأرض والإزاز متكسر، لكن الصورة نفسها سليم ووش الميت فيها كان بيبتسم. بيقولوا إن الصور لسه موجودة ومتفرقة في بيوت ناس كتير، ولو عينك وقعت بالصدفة على واحدة منها الروح اللي جواها هتتعلق بيك ومش هتعرف تفلت منها أبدا. لو عجبتك القناة اشترك فيها وفعل الجرس.